زي ما اتفقنا، خليك مع عبد الحميد هيرجع لك القديم جديد، ومع عبد الحميد مفيش مستحيل واي حاجة ليها تعديل. دي عربية جيب كبيرة كده قديمة، مش عارف سنة كام بس قديمة قوي. تمام. وحاجة مميزة يعني، بتاع صديق شخصي، وقال لك عايز اقفل الحاجات ديت ورجع التابلو جديد. هل التابلو هيرجع جديد؟ قلت له ان شاء الله يرجع جديد. قال لي وانا جاي لعبد الحميد. فاشتغلنا في التابلو بفضل الله. طبعا احنا بناخد اللزق ده، ومهم جدا يكون مسطرة علشان نظبط اللاين، عشان ما يبقاش فيه علي واطي، عشان ما يبقاش فيه تجزيع، عشان ما ياخدش معجون كتير، علشان ليه كذا ميزة وده بنتكلم فيهم النهاردة. السياخ ديت احد من الناس، كنت نزلت سيكونس صغير عشان الناس تشوفه، فقالوا على الفيديوهات الصغيرة دي انت السياخ دي ملهاش لازمة. طبعا دي من وجهة نظر الناس من غير فكر. طبعا السياخ دي ما ينفعش تتخطى على الفل اللي في الجنب ده عشان تبقى هي عصب. هي عصب وهي كده، لان المادة لا تطق ولا تتشال ولا تتحط ولو خبطت عليها بالشاكوش. تمام. طبعا احنا اتكلمنا كتير عن المادة، واتكلمنا عن طريقة اللحام، واتكلمنا عن الكلام ده كله، بس احنا النهاردة عايزين نتكلم عن احنا بنحط السيخ ليه جوه المساحة الكبيرة قوي دي، عشان تعمل عصب في المساحة نفسها. اعتبر نفسك دلوقتي جبت طبة وحطيتها بنفس المقاس. محتاج تحط من تحت الطبة دي من جوه سياخ عشان تمسك في الطابلو؟ لا، هي بكليبسات بتركب ضغط، ولا عليها حمل، ولا حد بيقعد فوقيها، ولا اي حاجة. فطبعا عشان الناس بس بتكلمك، كل واحد بيتكلم من وجهة نظره بدون علم. العلم مهم جدا يا جماعة. دي اعتبرها طبة، ما تعتبرهاش ملحومة في الطابلو. بلانا لحيمها بقى وبقوة، يعني هتقع ازاي، او هتبقى ضعيفة ازاي، او كان الاقوى توصل السيخ للاخر ازاي. طبعا الكلام المنطقي ان احنا نعمل اللي احنا عملناه ده عشان في الاخر يديك مستوى واحد. تمام. خليك معايا لاخر الفيديو وشوف احنا هنعمل ايه. الإضافة الأخرى، احنا بنعمل ده عشان كل حبايبنا وكل أصحابنا وإخواتنا في كل مكان وفي كل دول العالم يستفيدوا من اللي احنا بنعمله. طبعا هي طبة مساحة كبيرة جدا على فكرة يا جماعة، واتعملت وزي الفل، وبفضل الله تعالوا نشوف مع بعض احنا طلعناها ازاي. طلع مسطرة، واللزق طبعا احنا حكمناه في الأول علشان يطلع اللحام محكوم، لا بارز بقى ولا زيادة، وأكنه لم يكن، أكن ما كانش فيه فتحة أصلا. طبعا خليك معي للاخر وانا اوريك احنا عملنا ايه. تمام. وده كمان بيكون حراري، يعني يتحمل درجات الحرارة القوية، خاصة في المكان ده. مثلا لو في حاجة كهرباء شغالة بتبقى تسخن، تعلي مع الطابلو او الكلام ده، كل ده كلام عادي وهي تتحمل. وبعيد بقى عن المادة وغير المادة، فاحنا اتكلمنا عن المادة دي كتير. فالنهاردة عايزين نتكلم عن ليه بنفتح هنا بالصاروخ في التشققات دي. التشققات دي عاملة حاجة اسمها تريح. التريح ده عشان تلحمه صح، ما تسيبوش شق صغير كده وتقفله بمعجون او الكلام، لازم يتقفل بنفس الطريقة اللي انا بعملها وتوسع عشان يجيب معاك الماتيريال كويس. والدليل على كلامنا ان طبعا ده شيء ناجح جدا، لان طبعا احنا بقالنا سنتين تقريبا بنعمل طبالين، والحمد لله ما حدش اشتكى من الكلام ده. وقد يكون انا لحم حاجات كتير قبل كده، كتير جدا من سنين، الحمد لله ما حدش بيشتكي منها. بس لازم تفتح وتعمل الطابلو زي ما انا بعمله كده، ما تسيبش اي ديفو صغير وتقول لي عادي جدا اقفله بسنه امير كده وسنه بيضه صغيره وخلاص. لا، ما ينفعش، ويبقى مقفع وعامل بومبي. ده مهم جدا ان احنا ناخد بالنا من الحاجه وهي بتتعمل. تمام. كمان احب اقول لحضراتكم ان احنا ان شاء الله هنتكلم عن ازاي نوصل للمرحلة الجيدة من العمل. احنا زي ما قلنا اتكلمنا عن التشققات دي لازم تعملها بالصاروخ، وبعد كده هنا في الفيديو برضو هنكلمكم عن ازاي تعمل الحباية، لان بعض من الناس بره في الدول الخليج يعني قالوا لي عايزين ان احنا ناخد بالنا من فكرة الحباية. فده هنشرحه برضو عشان كل الناس تستفيد، واحنا ما بنبخلش على حد بمعلومة.
واحنا قلنا قناتنا قد تكون قناة تعليمية وليس انك عشان تجيلنا او تصلي عندنا. تمام، ده ضروري جدا تاخد بالك من كل تفصيلة. وزي ما قلنا ان بعض من الناس يقول لك الكلام كتير. يا سيدي مش هقعد اغنيها لك كل مرة، ما تشغلش بالك بيا. كلام كتير جري وما تسمعش الكلام الكتير. اكتم الصوت واتفرج وما تسمعش الكلام الكتير. الفيديو كله مضايقك بلاش منه، خليك في المهم. تمام يا جماعة، عشان محدش بس يقعد يعلق شماعته على ان احنا بنتكلم كتير وبنتكلمش كتير. الكلام ده مش مظبوط. تمام، احنا بنتكلم كله في سياق الموضوع وفي الصح، والشغل ازاي مهم جدا يعني. وان شاء الله اللي جاي احلى واقوى باذن الله يعني. هوريكم شوية شغل زي الفل بشكل اخر وبشكل مختلف. طبعا انا منزل التابلو ليه؟ لان الفيديوهات بتنزل تحت. انا قد يكون عامل تابلو قبل كده بس الفيديوهات بتنزل لتحت، فمش كل الناس اللي بتخش على صفحتي بيقعد يقلب على كل الفيديوهات عشان ما يزهقش، فبجدد له النشاط تاني في الطبالين مثلا او في الحاجات دي عشان يستوعب ويشوف اللي احنا بنعمله. تمام، خليك معايا للنهاية وشوف ازاي هنكمل الحكاية. انا عايز اقول من البداية لحد النهاية احلى حاجة ان انتوا معايا. خلينا بامر من الله نوصل بقى لايه، ان احنا قفلنا كل التشققات. تمام، ومش كل تابلو بيتقفل تشققاته بنفس الطريقة. في طبالين هي اصلا لو حطيت ايدك في اي حتة هتشقق، فبتبقى محتاجة ان احنا نعملها بطريقة كويسة يعني، فبشكل اخر مش مكان تشققات بس. تمام، هنا زي ما انتم شايفين ان احنا بناخد تشققات بقى قفلناها خلاص. كل دي حاجات مفتوحة بالصاروخ عشان تاخد مني ماتيريال داخلي، يعني تاخد لحامات داخلية وخارجية، والماتيريال يبقى جواها ويمسك بالطريقة القوية التعصيب يعني، ونبقى معصب زي ما انتم شايفين كده يا جماعة. هنا بقى بفضل الله محتاج بقى التجليخ. التجليخ ده طبعا بيبقى شغلانة وقصة، بس الحمد لله احنا بنوصل لأي حاجة نحلها بفضل الله. زي ما انتم شايفين كده الشق ده لازم يتملي كده عشان ما يبقاش في حتة فيها دفوات يعني. وبكده احنا تقريبا هنقفل الشقات كلها ويبقى خلصنا تقريبا. في بقى حاجات كتير باينة كده، اللي هي الحاجات الباينة دي اللي هي فيها اماكن ما اتملتش بالمادة قوي، فبنعيد عليها تاني عشان ما نسيبش ولا اي حاجة. وبرضو بعد ما بنجلخ في دفوات صغيرة بتقابلنا بنكملها، وبرضو ما بنسيبش اي حاجة. تعالوا نشوف مع بعض احنا هنخلص كل التابلو ده ازاي. هو تابلو طويل جدا عريض يعني، من لغة العرض في العربيات، من لغتها، فدي اعلى حاجة شفتها عريضة غريبة قوي، طويل قوي التابلو. فخليني اقول لكم بأمر من الله. طبعا التجليخ هنا ما بيكونش الا تحسيس يعني، عشان برضو اللي يمسك الصاروخ يحسس بس مش بيجلخ. الحاجات دي ما بتتجلخش. تمام، التجليخ يشيل الجلد ويشيل يعني، كل ما تدوس كل ما يشيل، فده طبعا مش مظبوط. ده بيتملس كده بالراحة، ترسمه زي النحات كده تنحت. وهنا انا بفضل الله واصل للمرحلة الجيدة من الفينش العالي بفضل الله. خليك معايا للاخر وشوف بقى احنا هنا بنعمل ايه. هنا الحتة اللي احنا كملناها بنظبطها طبعا، وبنعملها بالشكل الجميل، وبنظبط شغلنا ونتعب فيه طبعا اكتر من مرة، نروح ونيجي لحد ما ادالك ميزان كده، لا في فرق ولا في اي حاجة. بلاطة بحيث ان ما تبقاش منورة من اي حتة، داير ما يدور في كل الاتجاهات. ده علشان الشغل طالع مظبوط وعشان نعمل الشغل مظبوط. ده بقى النص السفلي من التابلو بيبقى فبر نشف، فده مكسر كله برضو
وعايز ورد وعايز حاجات واتبهدلت فيه برضو وعملته. فيعني عايز اقول ان القصة هنا ان لازم تكون عندك طول بال. زي ما انتم شايفين كده يا جماعة. تمام. ورد ناقصة، اللي هي الودان اللي ناقصة بنعملها وردة عشان تبقى قوية، ولما يجي لحد يربط بالطريقة اللي تعجبه، لا يطق تاني اللحام ولا اي مشكلة. وده اللي انا بتكلم عليه، الناس لازم يكون عندك امان في شغلك وضمير واتقان في العمل. شايفين يا جماعة؟ هنا بقى حطينا طبعا سياخ وحطينا ورد وحطينا الكلام ده كله عشان نطلع الشغل زي الفل ومظبوط يعني. تمام يا جماعة. فان شاء الله اللي جاي احلى واقوى. طبعا بيكون صاحب العربية سايب لنا الحاجة ويرجع يلاقي شغله زي الفل، والحمد لله كله بنعمله بضمير من غير ما يكون صاحب الشأن واقف. اللي بيعمل خير لنفسه، ومن عمل خير فلنفسه. فانا بعملش عشان حد، انا بعمل عشان ربنا طبعا امرنا ان احنا ما نخونش اللي امنك، ولا يعني لا تاخد من ائتمنك ولا تاخد من خانك. يعني في تلك الاحوال ملكش ان انت تعمل حد بمعاملته في السيء، يعني خلينا معاملتنا في الكويس. انما القصة ان انت تاخد بالك من ان انت ما تسيبش اي ديفو في اي شغلانة انت بتعملها. شايفين يا جماعة؟ هنا بقى في حتت عايز اظبط، وفي التابلو مكان الودان كله تقريبا مش موجود، مش عارف ليه. يعني كل ده كامل اهو، قاعدين نكمل. وطبعا الزبون بيبقى جايب الحاجة ومش عارف دي موجودة ولا لأ، ودي ولا لأ كده يعني. زي ما انتم شايفين كده يا جماعة. هنا الودن بنعملها. تمام. دي ودن اللي بيربط فيها المسمار، برضو ما سبناهاش، بنثبتها عشان كل حاجة ترجع لوضعها. يعني مش مثلا الاكسدام ده في شاسيه حديد بيركب جواه، انا فكيته طبعا في الاول علشان اطلع كل حاجة في مكانها يعني. هنا بناخد سيخ حديد، دي كانت مكسورة بنطها، ورحت واخد سيخ حديد من الداخل، بس انا بنطها قبل ما افك الشاسيه يعني. هي فيها شرخينة لو خدتوا بالكم. وبرضو مش هسيبها لما اركب لها السيخ عشان تبقى قوية. تمام. هنا بقى تمام بناخد نجلخ حتة عشان ننزل بسخين. تمام. نلحم بيهم الحتة المكسورة دي. شايفين يا جماعة؟ هنا بقى احنا هنبني حتة. شايفين يا جماعة؟ ده مهم جدا جدا جدا. هنا بقى بنبني من الداخل علشان بعد كده هنجلخ الحتة دي، كانت ناقصة حتة وسيخناها وظبطناها وكل حاجة تطلع زي الفل. تعالوا بقى نشوف مع بعض كده ان احنا بعد ما جمعنا ونضفنا من الداخل هنا بنعمل حباية للطابلو. ودي معنى كلمة حباية، عشان كل الناس بتسأل على الحباية هنا وتقولي الحباية تتعمل ازاي. ده مهم جدا، بتقفل الهواء بتاع المسدس. والحباية مش بس في البوية، الحباية في الفيلر الاول. الفيلر ده اللي هو البطانة يعني الارضية، وبعد كده بتاخدها وش صنفرة ناعم، وبعد كده بناخد حباية برضو بالمسدس نقفل الهواء فينقر، يطلع النقر زي ما انتم شايفين كده.
وبعد كده هوريك التابلو شكله هيطلع ازاي في الاخر. خلينا اوريك ان احنا هنا بقى احنا طلعنا التابلو. هنا احنا بنلمع التابلو. التلميع بالنسبه لنا في الاول زي بيكون صنفره بالقماش، تمام. والتلميع بتاعنا مختلف، مط برضو زي ما قلنا للناس قبل كده، تمام. التلميع ده بيكون مط يطلع التابلو على وضعه اللي هو اوريجينال كما كان، تمام. وشوفوا بقى العربية سنة كام. العربية سنة مثلا 75، سنة 80، مش فاكر يعني. فيعني ايه، انا عايز اقول ان اهم حاجة الاتقان في العمل، والعمل المميز والشغل المحترم والحراري اللي هو ما يتأثرش بدرجات الحرارة العالية، عشان ما شاء الله كل فترة الحرارة بتزيد. فهنا بنتخطى اي امر ممكن يتعبنا بعد كده او يأذي اي حاجة. فبالتالي ان احنا التابلو معانا يعيش اكتر واحلى. ولو يعني ناس بتطلعوا كل 6 سنين 5 سنين 10 سنين يروق على التابلو يجددوا تاني عمره كله لينا وليكم في الخير يعني يا رب. يبقى لازم الماتيريال يطلع حاجة كويسة. بصوا ما شاء الله. هوضح لكم الحباية قوي دلوقتي عشان الناس اللي كلمتهم على الحباية، تمام. احنا طبعا عشان الإضاءة دي بتفرق معانا جدا، لان ده كان بالنهار والنهار ده منور التابلو قوي. فهوريكم حتة بقى كده خاصة بالحباية، عشان مهم قوي موضوع. بصوا الحباية هنا بقى كده، بصوا كده معايا، شايفين الحباية دي؟ ده مهم جدا يبقى موجود في التابلو زي الاوريجينال. ودي انا شرحتها للناس كتير قبل كده. اقفل هوا المسدس، اقفل هوا المسدس هيعمل معاك الحباية وزي الفل، تمام. تحياتي لكل الناس طبعا، وبتشرف بكل الناس، وبشكر كل الناس الجميلة المحترمة اللي بتحيينا كل مرة. وان شاء الله اللي جاي احلى واقوى، وهنفضل دايما معاكم بامر من الله للامام. وعشان نخلص الكلام لازم ناخد خطوة للامام، وان شاء الله احنا على طول مخلصين الكلام مع عبد الحميد. كل يوم جديد مع عبد الحميد، القديم يرجع جديد، وهتكون انت سعيد. وانا دايما بوريكم المفيد ودائما فيه الجديد. تحياتي لكل الناس، وشكرا لكل الناس الجميلة اللي بتقول فينا كلمة كويسة، اللي بتحيينا وتشجعنا وتخلينا نكمل. واحنا ان شاء الله حتى الناس الوحشة هنتحمل، بس ان شاء الله خير. اللي جاي احسن واقوى. استنوني في فيديو جديد وفكرة جديدة وحل مشكلة جديدة، وتقولوا لنا رأيكم. والى اللقاء.